جايه لكم النهارده باكتر فيديو بتحبوه، هو تجربه النودلز الكوري. جبت الثلاث انواع دول من النودلز الكوري الجداد، قلت ان انا اجربهم معاكم ونقيمهم مع بعض. اول نوع هنجربه مع بعض اللي هو بطعم الفاصوليا السوداء. تعالوا نجربه مع بعض ونشوف شكله ونشوف طعمه عامل ازاي. جبنا البوتاجاز بتاعنا والطاسه، وهننزل فيهم كده بشويه ميه. الميه غلت كده زي ما انتم شايفين، وهنبدا ننزل بالاندومي علشان نسلقه. ده شكل النودلز. وجاي معاه الكيسين دول. بصوا، جاي معاه البهارات دي. بسم الله. والكيس التاني باودر كده. ده شكل النودلز زي ما انتم شايفين كده. وفيها قطع صغنططه كده، انا مش عارفه ايه دي. هل دي الفاصوليا؟ مش عارفه. بصوا، هو الشكل مش مشجع. هي لونها اسود كده زي ما انتم شايفين. شكلها مش مشجع، ريحتها عاديه. فتعالوا ندوبها كده مع بعض. بسم الله. بصوا، طعمها نودلز عادي. مش مشطشطه خالص، مش حراقه، ما فيهاش طعم نكهه كده ولا اي حاجه. هو كانكم بتاكلوا نودلز عادي كده ساده، حتى من غير البهارات اللي فيها، اللي هي النودلز العاديه. فهي طعمها مش وحش، بس دي اديها 6 من 10. مش شايفه فيها اي تغيير، ولا ان هي نودلز كوري، ولا فيها نكهه، ولا فيها شطه، ولا فيها اي حاجه. فدي 6 من 10. تاني نوع هنجربه مع بعض النهارده هو النودلز بالكيميتشي، اللي هو الملفوف المحمر عندهم، اللي هو الكرنب المخلل. فتعالوا نشوف طعمه ونقيمه مع بعض. ده شكله كده من بره. ده شكل النودلز. وجاي معاه الكيسين دول. دي البهارات وده الصوص. عارفين انا شميت ايه بقى دلوقتي لما حطيت البهارات وحطيت الصوص على النودلز؟ عارفين لما بتعملوا التقليه بتاعت الفته، لما بتحط التوم كده وتحطوا عليها شويه خل يعني تعملوا الطشه دي؟ هي نفس الريحه بالظبط. الريحه تحفه. هل بقى الطعم هيبقى زي الريحه كده ولا ايه؟ لا، ده بصراحه حاساه كده، حاساه يعني من ريحته ان هو هيطلع يعني احلى من اللي فات. شايفين شكله؟ هنسمي الله بقى كده وندوق. بسم الله. بصوا، ده طعمه حلو مش وحش. مشطشط شويه، التاني ما كانش مشطشط خالص، ده مشطشط شويه. وكمان اللي لاحظته ان الصوص بتاعه مش سايل، الصوص بتاعه قوامه كده تقيل شويه. فهو كطعم مش وحش، بس مشطشط ومش قوي. كان فيه سمسم. وزي ما قلت لكم فيه اللسعه اللي هي بتاعه التوم، مش عارفه بقى هو فيه محطوط فيه توم مجفف ولا لا.
هو كان زي الطشره اللي احنا بنعملها بتاعه الفته. تعالوا بقى بعد كده نجرب اللي هو ده، اللي هو الكاربونارا تشيكن نودلز ده، يعني ده بطعم الفراخ والكريمه السبايسي. هل بقى يا ترى هيبقى طعمه كريمه فعلا وسبايسي زي اللي مكتوب عليه كده وزي اللي في الصوره ولا لا؟ فتعالوا نجربه مع بعض. اكيد يعني مش هطلع مواعين كتير، انا بروح اغسل الحاجه وارجع لكم تاني. بصوا ده شكل الكيس من بره، وده شكل النودلز، وجاي معاها الكيسين دول. ده الصوص ودي البهارات. ريحتها جبنه فعلا. وهنبدأ بقى ننزل بالصوص. الصوص بقى بتاع دي كريمي اكتر من اللي فات. كده النودلز استوت، ده شكلها، شايفين شكلها تحفه ازاي؟ تعالوا بقى ندوق. ريحتها حلوه. بسم الله. عايزه اقول لكم ان هو حامي جدا 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 جدا، حراق جدا، حراق جدا، لكن الطعم فظيع، طعمه تحفه. احنا ما قيمناش اللي فات، اللي فات ده اللي هو بتاع الكيميتشي، ده هديله 8 من 10. اول واحد احنا قيمناه دوت هديله 8 ونص من 10. طعمه حلو، طعم الجبنه فيه مش واضحه قوي بس هو طعمه حلو، بس حراق جدا. كده نكون النهارده جربنا 3 انواع النودلز اللي معانا. لو انتوا لسه ما جربتوش الانواع دي هتجربوها ولا لا؟ ولو انتوا جربتوها اكتبوا لي في الكومنتات تقييمكم ليها ايه، عجبتكم ولا ما عجبتكوش. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش لايك وكومنت حلو، استنوني ان شاء الله فيديوهات تانية كتير تعجبكم. هتوحشوني جدا، باي باي.